لكن في سنه صغيره، ودي اللي هحاول اقولها لكم النهارده في الفيديو، هي اللي فعلا بتفرق ما بين انك تحط اهداف وتعتمد على الحماس والموتيفيشن بتاع البدايات، وما بين ان انت تحط خطه تنفذ بيها الاهداف. اهم حاجة في تنفيذ الاهداف ان انت تعتمد على النفس الطويل، وما تعتمدش على الحماس اللي في الاول. تعتمد ان انت تبني عادات يومية او اسبوعية او شهرية، لكن تدخلها في الروتين اليومي، ويكون عندك صبر، وتكون فاهم ان الروتين ده مش هيتبني في يوم وليلة. لو انت عايز تبني روتين ان انت تقرا، او عايز تبني روتين ان انت تصحى بدري، او عايز روتين ان انت تبدأ تصلي، لازم تفهم ان الروتين ده هيتبني في وقت، وان اول شهر مش هيكون زي تاني شهر، وتاني شهر مش هيكون زي تالت شهر. اهم حاجة ان انت تبتدي تديزاين الروتين ده، وان انت تعمل حاجة بسيطة قوي، ان انت تعتمد على زيادة 1% في ادائك كل يوم. تحاول ان انت تتطور بنسبة 1%. هل 1% صعبة؟ شكلها مش